وما حسيتش معاه ولا لحظه واحده من اللي حسيتها معاك. وانتي بقى حاسه انه بيحبك؟ طبعا بيحبني، ده بيكلمني في اليوم ولا 20 مره. كريم اي حاجه يقولها انا ماشيها له من غير كلام والله يا حبيب قلبي ده. طيب هستأذن. انت شايف ان مفيش حاجه يعني؟ عموما انا شايفه حاجه تانية خالص، بس تمام. انا اصلا مش فاهمه ايه اللي يخليك تعجب باتنين اصلا مش شكل بعض خالص، ولا انت اصلا ما كنتش معجب بيا؟ لا يا اسماء، انا مش معجب بيكي يا اسماء. انا بحبك يا اسماء. وانا كمان بحبك. ايه مالكم؟ اتخضيتوا ليه كده؟ شفتوا عفريتي ولا ايه؟ ايه المفاجأة دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مفيش، كنت عندي ميتنج النهارده في شركه اسمها الوادي، بعتوا لي اللوكيشن النهارده الصبح، ببص لقيت الشركه قدام الشركه، قلت اعدي اقعد معاكم شويه. طب لي شاي يا ابني. دي ايه شركه الوادي دي؟ شركه كده بتاعت طباعه. طيب اسيبكم بقى تقعدوا مع بعض، هروح عشان عندي شغل كتير قوي في المكتب. زي ما اتفقنا بقى يا كريم، يبقى عدي عليا وانت ماشي. ماشي يا حبيبي. تمام. اتفقتوا على ايه؟ ايه على ايه؟ في ايه؟ مش هي بتقول لك يا ابني زي ما اتفقنا؟ بتلعبوا على مين يعني؟ استنى بس هتولع عشان نسيتها في العربيه. ده كلاينت كده، بس كنت عرضت عليه برزنتيشن كده، هنقابله النهارده. ايه بتضحك على ايه؟ انت عارف ان انا لحد دلوقتي مش متخيل ان انت بتشتغل في مصر ومستقر فيها، ولا كنت اتخيل ده اصلا. بجد يا كريم انت وجودك جنبي هنا فارق معايا جدا في حياتي. اشمعنى؟ مفيش، الناس بقت وحشه قوي يا كريم. انا ما بقتش عارف اتعامل مع حد ولا افهم حد، ما بقتش تعرف تميز ما بين ولاد الناس ومش ولاد الناس، كلهم بقوا شبه بعض. وانا الايام دي مش عارف اثق في اي حد خالص، عشان كده وجودك جنبي حقيقي مفرحني جدا الايام دي. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ هو في حد علم عليك ولا ايه؟ عيب عليك اخوك اسد. انا بس اللي بيزعلني النوايا، هما بينوا يغدروا بس ما بيلحقوش ينفذوا. بس انت برضو المفروض تفترض حسن النية، وبرضو ما تخليش حد يضحك عليك. انا بقى بقيت سيء النية، بتعامل مع الناس كلها بسوء نية الى ان يثبت العكس. كده امن. الواحد الايام دي ما بقاش عارف الضربة جاية له منين، فلازم يأمن نفسه. عشان كده بقول لك ان انت وجودك جنبي الفترة دي خليني مطمن، يعني حواليا حد عارف اثق فيه واتكلم معاه براحتي. طب احكي لي عملت ايه مع شركة الوادي؟ تمام؟ زفت، اسعارهم زي الزفت. لو عايز حاجة هي احسن شركة تعتبر بوليفرت في السوق واحسن اسعار. فين يا ابني الشاي اللي انت طلبتهولي؟ صح، نسيت. خلاص اشربه مع اسمت، هروح اقعد معاه شويه وامشي، عندي شويه مشاوير كده. بقول لك ايه، لو فاضي بالليل عدي عليا نقعد مع بعض شويه. قشطة جدا، هعمل كده. انت كويس؟ انا كويس. مبسوط اني شفتك حبيبي. نورت الشركة. ايه يا حبيبتي؟ مشغوله؟ لا عادي. ايه هتعمل ايه؟ مفيش، اشوف ورايا ايه. بقول لك ايه، هو كريم ماله؟ ماله؟ مفيش، يعني حاسه مش على بعضه كده ومخطوف. هو انت مضايقه في حاجه؟ لا ابدا، وانا هضايقه ليه؟ ما اعرفش، انا حاسس دايما ان انت بتعامليه معامله مش حلوه او مش حباه، وكريم كرامته عنده بالدنيا كلها. لا وانا هكرهه ليه؟ يمكن اكون مش مرتاحه له بس شويه، بس مفيش حاجه خالص. لا والله مع الوقت هترتاحي له وهتحسي ان هو حد محترم جدا. انا همشي بقى، كلميني وانت مروحه. باي. الو. ايه اللي حصل ده؟ مش عارف، بس انا كنت حاسه عمال بيلقح كلام. مش عارف، بس انا مش عايز اكبر الموضوع. هو وجوده اصلا كان غريب. لا والاغرب التوقيت اللي دخل فيه. انا حاسه ان دي اشاره عشان نبعد عن بعض. لا بس احنا لازم نهدى، لان احنا متوترين قوي. لازم نتكلم.
بصي نصايه كده وهعدي عليكي، اوكي؟ لا لا لا، احنا عندنا ميتنج الساعه 3، لما نبقى نخلصه نبقى نقعد مع بعض نتكلم. اوكي. انت هتروحي ازاي؟ انا هروح بعربيه الشركه وانت بقى تعالى بعربيتك، كده احسن. اوكي ماشي. والله أنا سعيد جدا جدا باللي بسمعه، وسعيد أكتر مستر كريم عنده حماس للموضوع ده ويقدم أحسن ما عنده. ان شاء الله. يا بس من ذوقك يا استاذ جمال، واشكرك. واحب اقول لك ان انا هكلمك اول ما يبقى عندنا الابديتس. أوكي وهو كذلك. طيب متشكر مدام اسمت. ميرسي. شكرا يا أستاذ كريم. ميرسي جدا. نتفق قريب ها بإذن الله. ان شاء الله. تاني مع بكلم السلامة. حضرتك مع قريب. إن شاء الله. مع باي باي. السلامة. انت عبقري. اشمعنى يعني؟ كنت قاعده بتفرج عليك وانت بتتكلم، عماله اقول لنفسي انت المفروض تبقى في مكان اهم من كده بكتير. مش للدرجه دي يعني يا اسماء. لا والله مش بجاملك. عامة كل حاجة في أوانها. الأهم دلوقتي إحنا هنعمل إيه؟ انا عايزه اتكلم معاك بصراحه. بليز. انا مش قادره استحمل فكره ان انا عايشه باذي حد. انا ما اتعودتش ان انا اغلط، وحتى على موضوع الشرب انا عمري ما كنت بشرب. زياد لما اتجوزنا اللي عودني على الشرب. انا مش عايزه افضل عايشه كده، وفي نفس الوقت غصب عني مش عارفه ابعد عنك. أنا والله اسمت عندي نفس المشكلة. مش عايز أذي زياد. أنا بحبه، ده أخويا. انت رايك ان احنا نبعد عن بعض صح؟ العقل بيقول كده، بس أنا مش قادر أقول كده. أنا رأيي إن إحنا نحافظ على أهم حاجة، إن إحنا ما نأذيش زياد. أوكي في مشاعر ما بيني وما بينك خارج إرادتنا، بس اللي نقدر نتحكم فيه إن إحنا نحكم مشاعرنا دي، أو نعبر عنها بس في حدود المعقول. اللي هو ازاي يعني؟ مش فاهم. معرفش، انا مش حاسه انه غلط. بس انا حاسس ان هو غلط. 3 كوبايات سكر على صينيه بسبوسه كتير جدا. لما تدوقيها كده نفسك تجزع يا ماما. خلاص يا زياد، حط اللي انت عايزه، بتسالني ليه؟ انا هحط كوبايتين الا ربع. ماشي. يا جماعة أنا صاحبة البوست اللي قلت فيه قبل كده إني مش حاسة جوز. ومعظمكم قالوا لي أطلب الطلاق. أحب أزود حاجة. في حد كمان دخل حياتي وبصراحة حبيته من أول نظرة ومن أول ابتسامة. أعمل إيه؟ ايه يا معلم عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ لا ده انا من الصبح والله واقف في المطبخ بعمل بالصينيه بسبوسه، بس بقول لك ايه؟ عسل من بتاعت جدي وجدك. طب بقول لك ايه، ساعه كده وعدي عليا لساعه لك حتتين. انا عاملها باللوز على فكره. ماشي يا حبيبي استناك. يلا باي، مع السلامه. مع السلامه.
ليه بتقفلي الصوت؟ ممكن افهم هو احنا ليه كل يوم لازم نروح نمضي عند اثبات وزياد؟ نمضي؟ نمضي. ما انا بقيت احس ان ده واجب عليا، حاجه بقت تزهق. ما احنا حياتنا برضو تزهق. احنا بنعمل ايه يعني؟ نقعد نتفرج على افلام، نطلب اكل، ونقعد نرغي وشكرا. وانا بقى المفروض اعمل ايه عشان اسليك؟ ما انتي برضو يا حبيبتي مخلصة على نفسك في الجيم 24 ساعة، وبتيجي هنا تخلصي عليا انا شخصيا. ما انا بني ادم برضو وعندي احاسيس، مش كده؟ طيب طالما انا مخلصه عليك كده وانت مش قادر، ما تيجي نتجوز؟ يا ندى انا مش مستعد ولا نفسيا ولا ماديا للحركة دي. وبعدين مش كل شوية نفتح سيرة الجواز والزفت ده، ايه ده؟ زفت؟ ماشي يا كريم. ايه ده؟ انت رايحة فين؟ الجواز مني يا كريم بقى زفت؟ هو انت ليه بتعاملني على اني واحده رخيصه؟ عشان باجيلك البيت؟ ولا يمكن عشان لبسي وشكلي، ولا عشان كل دول؟ في يا ندى؟ انت ليه محسساني ان انا لسه متعرف عليكي؟ اكيد انا مش شايفك كده. وبعدين انا عمري ما حاولت المسك غير بهزار. لا بس الجواز زفت اللي طلعت منك دي ما كانتش هزار. هو الجواز ايه بقى؟ سكر؟ بقول لك ايه، لو عايزه تروحي روحي. ايه ده؟ ندى انا اسف. هو انت ليه يا كريم بتعاملني كده؟ ندى انا ما بحبش حد يضغط عليا. انت لما بتضغطي عليا بتخليني اقول كلام انا مش عايز اقوله. انا مش قصدي ان الجواز منك زفت، بس قصدي ان انا مش جاهز، ولو اتجوزت دلوقتي فعلا هيبقى زفت. يعني افهم من كده انك مش قافل من الجواز بشكل عام؟ لا خالص. امال انا مديكي مفتاح شقتي ليه؟ تدخلي وتخرجي براحتك. عشان خاطري يا ندى، زي ما اتفقنا ممكن ناخد كل ستيج في علاقتنا في وقتها. حاضر. الحمد لله بالسلامة. يا عم علينا كلنا شبه بعض يا باشا، معلش اسفين. يا معلش يا حبيبي، ألف سلام عليك. يلا يا زنجو عدي. انهج انهج. ايه يا ابني في ايه؟ وقفت ليه يا ابني؟ بريح شويه يا باشا، في ايه؟ طب ايه خلص يا بيه، ودينا هناك اخر الشارع يمين. يلا ماشي. يلا يا زنجو. حلوه الشقه. كسرها كسرها. جميله. دوس عليها وكسرها. يا كيمو صباح الفل. ايه انت فين كده؟ بقول لك ايه، انا جبت شاشه LED. لا انت مش فاهم، بتقول بابا وماما. خيال. اه والله العظيم، لا ولا دفعت فيها ولا مليم. تخليص حق كده من عيل تبت. طب بقول لك ايه، النهارده بالليل عندي بقى هنتفرج على فيلم رعب الجديد ده اللي هو اسمه كونجورينج. لا لا جامد جامد. مش هتنام يلا، فاهم؟ يلا اسبوع يلا مش هتنام والله. ماشي استناك. ها يلا بقى سلام. ايه دغدغتها ولا لسه؟ والله يا جماعه انا كده قلت كل اللي انا عاوزاه وشايفاه. دي ملاحظاتي انا كفاينانس. ام سوري مش موافقه على البلان دي. بس دي مش اول مره نشتغل بالطريقه دي. لا بقى دي استراتيجي جديده وظهرت طبعا مع وصول كريم للشركه، وانا عديت مرتين قبل كده بس مش هقدر اعمل كده تاني. غريبه والله. هو ايه ده اللي غريب؟ اصل لحد فتره قريبه كان اي حاجه كريم بيعملها محدش بيقدر يقول له عليها لا،
واي حاجه هو عايز يعملها بيتوافق عليها. فجاه بقى الاستراتيجي بتاعتك ما بقتش ماشيه معاه. والله بقى ده شغل يا جماعه، ورأيي في كريم ما اتغيرش في اي حاجه، لكن مش معنى رأيي ده اني هوافق على اي حاجه يقولها وخلاص. وعموما فكروا وشوفوا عايزين تعملوا ايه. بعد اذنكم. البنت دي بتتعامل بشكل مش طبيعي. ده مش رأي مبني على شغل. حاجه شخصيه يعني؟ مش عارف، بس هي بقى لها كام يوم كده مش ظابطه معايا واجريسيف جدا. انا مستغرباها برضو. انا لازم اتكلم معاها. طيب لا استنى، انا عايزه اتكلم معاك في موضوع. في ايه؟ انا ابتديت اتضايق من ندى. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، يعني ايه بتيجي تقعد معاك في البيت؟ ما انت برضو لازم تحس ان انا ممكن اتضايق من حاجه زي دي. يا اسمت، ندى وجودها احنا محتاجينه. بس انا وجودها بيضايقني ويعصبني ويخليني مش عارفه انام، وطول الليل دماغي بتجيب وتودي. وبعدين انا افهم الكلام اللي انت بتقوله ده لما تجيبها وتيجي عندنا البيت عشان بتداري وراها حاجه، لكن هي بقى بتيجي البيت عندك تعمل ايه؟ بيحصل بينكوا ايه؟ والله ما بيحصل حاجه، بس لازم تفهمي ان ندى مش شغاله عندي، واكيد هي زي اي ست ليها متطلبات وانا لازم انفذها. وبعدين ما تنسيش ان الموضوع صعب جدا بالنسبه لي، لان انت كل يوم بتروحي تباتي مع زياد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي اصلا تتكلم معايا في موضوع زي اسمع، توطي صوتك. في ايه؟ خلاص انا فاهمك، بس حاولي تفهمي ليه لسه سايب ندى لحد دلوقتي. انا لو سايبها فسايبها عشاننا. يا انتوا مش بيحصل بينكوا حاجه؟ والله العظيم ما بيحصل ما بيننا حاجه. هي بتيجي تقعد عندي، تقعد ترغي شويه معايا في اي كلام، وبعد كده تفتح معايا موضوع الجواز، وبعد كده اروح انا مغير الموضوع واشغل فيلم، وبعد كده باي باي سلام عليكم خلاص. برضه وجودها معاك مضايقني ومعصبني. وما تقوليش زياد، زياد ده وضع انا مضطر عليه، لكن انا مش مقتنعه انك مضطر تبقى معاه. يا حبيبتي انا اصلا هسيبها، لو عليا هسيبها، بس طالما هي عايزه تكمل طب ما نسيب الموضوع، ما احنا محتاجينه. طب على الاقل قلل شويه انك تشوفها وما تخليهاش تيجي عندك البيت. حاضر، النهارده مش هرد عليها خالص. ايه رايك؟ بس بليز ما تكبريش الموضوع. عايز اسالك حاجه، هو انت دايما بتبقي كيوت كده لما بتبقي غيرانه؟ ايوه كده اضحكي. بحبك يا اسم. انا كمان بحبك. إحساسي بالذنب هيقتلني. أنا عارفة إن جوزي ما عملش أي حاجة وحشة في حقي، بالعكس. ساعات ببقى نفسي يزعقلي أو يغلط فيا، يمكن ضميري يهدى وأقول يستاهل، لكن ده ما بيحصلش. كل مشكلتي إني ما بحبوش، بس مش بكرهه خالص، بس هو مش حبيبي. حبيبي؟ ايه ده؟ ايه اللي صحاك؟ انت ايه اللي مسهرك ومعادك لوحدك كده؟ لا ابدا، ما جاليش نوم وانت نمت على روحك، فقمت اتفرج على التلفزيون شويه، ودلوقتي كنت ببص على ميلات ما بصيتش عليها طول اليوم. اوكي يا حبيبتي. طب في حاجه كنت عايز اتكلم معاكي فيها، هي حاجه مضايقاني. ايه؟ انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. لا، مش اننا بنبعد عن بعض، انت بتبعدي عني، وكل يوم بحس ان انت بتبعدي عني اكتر من اليوم اللي قبله. انا معرفش ايه السبب، بس لو انا مضايقك في حاجه وانا مقصر معاكي في حاجه، انت ممكن تقولي لي انت غلطان في كذا او كذا او كذا، وانا اصلح من نفسي. لا ابدا، ما فيش اي حاجه، دي بس ضغوط الشغل ورايا مليون حاجه، بس فعلا ما فيش اي حاجه. انا لو في حاجه طبعا هقول لك. ماشي يا حبيبتي، يا رب يكون هو ده السبب وما تكونيش مخبيه حاجه عليا. لا ما فيش حاجه.
مفيش حاجه خالص. الواحد الايام دي ما بقاش عارف الضربه جايه له منين، فلازم يامن نفسه. عشان كده بقول لك ان انت وجودك جنبي الفتره دي خليني مطمن، يعني حواليا حد عارف اثق فيه واتكلم معاه براحتي. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ جاي اقول لك حاجه. في ايه يا ندى؟ الساعة 1 بالليل. وبعدين ايه اللي انت لابساه ده؟ انت كنت خارجة؟ وانت مالك؟ فارق معاك؟ ده مش رد على سؤالي. كنت سهرانه ومع واحد صاحبي. في حاجه؟ نعم؟ كنت خارجة مع واحد من ورايا؟ ايه اللي مضايقك؟ انت بتستعبطي؟ وانت شايفاني ايه؟ انت بتستغفليني؟ طب ما انت بتستغفل صاحبك ومصاحب مراته. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ لا ما اتجننتش يا كريم، مشكلتك انك فاكرني غبيه، بس انا فاهمه الحركات دي كويس قوي. لا بقى واضح ان انت سكرتي وبتهرتلي ومش عارفه انت بتقولي ايه. انا استحاله ابص لاسمت، واستحاله اعمل كده في زياد. زياد ده اخويا. بجد؟ وافسر بايه اصرارك ان احنا نروح عندهم كل يوم؟ ولا النظرات اللي بشوفها بينك وبينها؟ عدم اهتمامك بيا، شويه شايفني وشويه مش موجوده خالص. لا يا كريم انا مش عبيطه، في حاجه ورا كل ده. كل ده اللي هو ايه اصلا؟ هو انت قلتي ايه؟ نظرات ايه اللي بتتكلمي عليها؟ وبعدين مروحي هناك ده بسبب ضغط زياد. لا بقى ندى، واضح ان انت مش عارفاني كويس خالص. مش انا اللي اعمل كده، مش انا. اقول لك ايه يا ندى، فكك مني دلوقتي خالص قبل ما اتعصب اكتر من كده. ايوه كده، روحي روحي روحي. انا هروح يا كريم، وعلى فكره انا ما كنتش سهرانه مع حد. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ انا استحاله ابص لاسمت، واستحاله اعمل كده في زياد. زياد ده اخويا. هو انا لما الماركتنج عندي يتخانقوا مع الفاينانس، انا المفروض اعمل ايه؟ هي مش خناقه ولا حاجه، ده مجرد اختلاف في وجهات النظر مش اكتر. بأمارة ان كريم بس اللي جه واسمت ما جاتش، مش كده؟ لا هي اسمت بس كان عندها ميتنج مع كلاينت، عشان كده انا جيت لوحدي. على فكره انا بدات اتضايق وازعل. الموضوع ده تحلوه مع بعض، انا مش هحله. انا عندي ميتنج دلوقتي، اتفقوا وبلغوني. اوكي؟ زينب. اوكي؟ اوكي. هو في ايه بقى؟ بالنسبه لايه؟ بالنسبه ان انت مش طبيعيه. ويا زينب ما تحوريش عليا عشان انا حافظك وفاهمك كويس قوي. عايز الصراحه؟ قرفانه. يبقى اكيد حامل. كريم احترم نفسك، وخلي بالك انا مش زينب صاحبتك بتاعت زمان، انا ست متجوزه، ومش انا الست اللي تقبل ان اي راجل يتجوز حدوده معاها. اظن فاهمني. فايه بقى؟ طيب ايه اللي مضايقك؟ هتقولي؟ من اللي بشوفه يا كريم. كريم انت في حاجه بينك وبين اسمت. ده بجد؟ انا مش مصدق، انت بتقولي ايه؟ المشكله اني حافظاها كويس قوي، حتى الضحكه دي
لما بتحب تتوه أو تغطي على حاجة حافظاها، واللمعة اللي في عينيك لما بتكون في ست جديدة عجباك، حتى نبرة صوتك اللي بتتغير على حسب الشخص اللي انت بتتكلم معاه حافظاها. بس هي يا عيني عبيطة خالص، مش عارفة تداري، بيركبها 100 عفريت أول ما بتشوفني أنا وأنت واقفين مع بعض. عامة اللي انت شايفاه ده في دماغك انت بس، لان لو انت عارفاني كويس قوي فهتعرفي ان انا استحالة اعمل كده مع زياد. جايز ممكن أكون غلطانة أو فاهمة غلط، بس حتى لو، ما تنساش إن أنا بفهم في الستات كويس قوي. ونصيحة يا كريم، لو بتعمل كده وقف قبل ما كل الناس تاخد بالها، وخصوصا هي. ايه؟ انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا ابدا، اتفضلي. ايه اللي بيضحكك؟ لا أبدا، أصل لسه كنت في سيرتك لقيتك دخلتي. والله؟ طب خلي نصايحك بقى لنفسك، عشان انا فاهمه في شغلي اكتر منك، واللي انا وكريم بنعمله هو احسن شغل في السوق، ومش فاهمه ايه السبب اللي بيخليكي تعطلي. بيخليه بقى هو يقولك. مالها دي؟ شاكه ان في حاجه ما بيننا. ايه؟ يعني ايه اللي دخل في دماغها الكلام ده؟ بتقول يا ستي انها حافظاني وعارفه طريقتي لما اكون بحب واحده، وانه بيبان عليكي. ما انت يا اسمت برضه بيطلع منك كده فلتات. فلتات ايه؟ احنا لما بنقعد مع بعض نتكلم يا عندك في المكتب يا عندي، وكمان بيبقى صوتنا واطي. ايوه بس ساعات لما بتشوفينا لوحدنا بيبان عليكي الغيره، زي دلوقتي اول ما دخلتي كان باين عليكي جدا. ايوه طبعا، ما هو طبيعي ان انا غير عليك، ما هي كانت الاكس بتاعتك. ايوه حبيبتي، بس هي دلوقتي ست محترمه ومتجوزه. قصدي يعني بتحب جوزها. شكرا. يا اسمت، يا اسمت استني، يا اسمت. مغلق أو غير متاح. الو حكيم، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، شفتش اسمت؟ لا انا نزلت من المكتب، هي كانت بتلم حاجاتها تقريبا، بس ما تقلقش اكيد موبايلها فصل شحن او مفيش سيجنال. ماشي يا معلم، تمام. هجرب انا تاني معاها. باي يا حبيبي، باي. اوكي. هو انت قافله تليفونك؟ ايوه، مش عايزاه يكلمني وانا معاك، عايزه اقول الكلمتين اللي في نفسي وامشي. طب قولي يا اسم. بص يا كريم، انا وحياة مامي عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن في حياتي ان انا اخون جوزي ولا احب واحد تاني عليه، بس ده اللي حصل، واللي انا متاكده منه دلوقتي ان علاقه فيكم لازم تنتهي. انا مش قادره اخون زياد اكتر من كده ولا دقيقه واحده، مش قادره. انت ليه بتقولي كلمه خيانه يا اسمت؟ احنا لسه ما عملناش اي حاجه تتمسك علينا. انا فاهمه كويس قوي ان انت مش عايز تحس انك بتخون صاحبك، بس احنا مش هنضحك على بعض. قعدتنا مع بعض دي خيانه، حبنا لبعض دي خيانه، مكالماتنا من وراه دي خيانه. انا بغير عليك وانت بتغير عليا. انا ما ينفعش ابقى مع اتنين في نفس الوقت، واحد بحبه والتاني لا، بس التاني ده جوزي. لازم العلاقه دي تنتهي. انا لازم اطلب الطلاق من زياد. يا مستر محمود، لا الديل واقف والله. دلع من مديرين الديبارتمنتس عندي، قسم الماركتينج والفاينانس بيعندوا في بعض، بس انا حاسس كده ان الموضوع مش شغل، الموضوع عندي شخصي. بس على مين؟ على بابا. انا قعدتهم يرغوا براحتهم، وعملت الحركه القديمه وسجلت لهم كل حاجه، وهو ده اسمع دلوقتي. تلميذك يا باشا. اوكي، هبلغك بكل حاجه. يلا تصبح على خير، باي باي. اسمع